اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقولوا عليا يا لهلوبة، من ولا حاجة بتعملي وليمة، ومن ربع كيلو بتعملي وليمة وعزومات. ازاي من ربع كيلو لحمة اللي انت شايفاه ده يا جماعة؟ الرول ده ما شاء الله كله والله العظيم 3، عشان الناس اللي بتكذب في التعليقات. كل الناس تقول لي لا مش ربع كيلو. لا يا جماعة، ده ربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة، هتشوفي بعينك اهو يا جماعة. ربع كيلو لحمة مفرومة. تمام، هنعمل منها الرول الجميل الجامد ده. يلا بينا بقى، هقولك المكونات كلها كده في اول الفيديو. ربع كيلو زي ما انت شايفه كده. بص انا بوريهولك شمال ويمين عشان ما حدش يكدب يا جماعه في التعليقات. وبصلايه واحده تبقى حلوه كده وسط محترمه يعني. نص كوبايه من النشا. مجموعه من التوابل هنقولها مع بعض دلوقتي. وبضايه. تمام تمام زي الفل يا بنات. وكمان هنحط كيس من الفيجيتار، تقدر تعملي حار او بارد عادي. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. اول حاجه كده في الكبه يا ست الكل، ناخد البصلايه، اهم حاجه نضربها جامد جدا، ننعمها ومش هنصفي ميتها ولا حاجه زي ما هي كده. وبعد كده ننزل عليها ربع كيلو اللحمه، نفرمه فرمه جامده جامده جدا، دي اهم خطوه. وننزل عليهم 3 معالق من الزيت. ليه فايدة الزيت؟ الزيت يا جماعة بيلم كده كل المكونات، وكمان بيخلي اللحمة جوسي كده وطرية. عايزة اقولك هنا كمان حطيت نقطتين من اللون الاحمر، تقدر تستغنى عنهم، بس هو مش هيبان ولا حاجة. هو بس كل اللي بيعمله ان هو بيفتح لون اللحمة، بيفتح لون اللحمة شوية. بعد كده هننزل البضاية، ونزلنا كمان التوابل اللي هنقول عليها، ونص كوباية من النشا. ونضرب بقى يا ست الكل ضربة حلوة. ايه بقى المكونات اللي انا حطيتها؟ كمان حطيت كيس فيجيتار ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هقولك بقى دلوقتي التوابل واحنا بنشتغل مع بعض واحنا بنضرب. كل التوابل اللي انا حطيتها يا جماعه، بصي انا عايزاه تضربي فيه لغايه ما يتجانس حلو قوي كده. اهم حاجه ان انت تصمغي اللحمه كويس جدا. اللون يا جماعه لون الطعام ده تقدر تستغنى عنه، بس هو بيفتح لون اللحمه شويه. هنا بقى يا جماعه بلاستيك راب، تمام، او كيس اللي هو بيدخل الفرن، مفيش مشكله، اللي هو يعني يتقبل النار. وتنزلي يا ست الكل الخليط كده وتمسحي ايدك كده بسنه ميه بمسحه زيت، وتقفلي كده وتمسحي كده على حته اللحمه عشان تبقى ناعمه معاكي. تمام تمام. وقفلي بقى يا ست الكل زي ما انت شايفه كده. التوابل حطينا ملح 2 واحده من الماجي، توم باودر، بصل باودر، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، بابريكا، بهارات لحمه، وكمان بهارات الكفته. وكمان يا جماعه نقدر نحط، اللهم صل على النبي، احنا قلنا بابريكا. بس كده يا بنات، هم دول اللي انا حطيتهم. تقدر تزودي او تنقصي اي نوع من البهارات تحبيها تزوديها، اللي ما تحبوش ما تشيليه، مفيش مشكله، مش هيحصل حاجه. تمام تمام. ويلا بقى هنا حطينا حله وحطينا فيها ميه وحطينا المصفى. انا بسويه على بخار الميه، بخار على البخار. ما بسويهوش، ما بحطوش في الميه على طول. ليه ما بحطوش؟ ليه في الميه؟ الميه يا جماعه لو حطيتيه في الميه على طول كده، انا بالنسبه لي بحس ان الميه بتدخل جوه الرول، فالطعم بتاعه ما بيبانش، يعني الميه بتسحب التوابل والاطعمه يعني. لكن لا، البخار احسن. هو خد ساعه ونص مني، تقدر تسيبيه ساعتين عشان برضو لو انت حابه ان انت تطمني ان هو يستوي اكتر. تمام. وكمان زي ما انت شفتي لفيناه بالبلاستيك راب والفويل. هنا بقى يا ست الكل مسحناه بعد ما خلاص طلع وبرد شويه. انا والله ملهلب وانا بقطعه. حطيت مسحته بمعلقه زيت، وحطيت بابريكا ومسحته بيها، وعلى عين البوتاجاز موطياها، وشوحته شمال ويمين كده عشان ياخد ريحه التدخينه. هنا بقى انا بقطعه وهو ملهلب، لكن تقدري ان انت تستني لما يبرد وتقطعيه. بالف هنا وشفا. ربع كيلو لحمه عمل